تخيلي تتحايلي على جوزك شهور عشان ترجعي بيتك، ولما أخيرا وافق تكتشفي إن رجوعك ما كانش حل المشكلة. ده كان بداية الكابوس. مساء الخير. صاحبة مشكلتنا النهاردة مرت بموقف صعب جدا، لدرجة إنها في لحظة يأس قررت تحط جهاز تسجيل في شقتها وهي بره البيت. لكن اللي سمعته ما كانش مجرد كلام بين راجل وست، اللي سمعته كان أخطر بكتير. قبل ما نبدأ، لو النوع ده من المحتوى عجبك ياريت تشترك في القناة ولايك وشير عشان الحلقة توصل لناس أكتر. دعمكم يفرق معايا. بتقول أنا متجوزة من 10 سنين، عندي بنت جميلة جدا متعلقة بباباها وروحها فيه. حياتنا مستقرة جدا لأقصى درجة، بنسافر ونتفسح ونخرج والعادي. جوزي ناجح في شغله والحمد لله. لحد من سنة وشهرين بدأت ألاحظ تغييرات كده في جوزي. بقى بيسافر كتير، التليفون تقريبا مش بيفارق ايده، خروجاته كترت. في الأول كنت بحاول أقنع نفسي إن دي ضغوط شغل ومسؤوليات وكده، لكن كنت دايما حاسة إن في حاجة مستخبية. فضلت أضغط عليه وأواجهه لحد ما اعترف إنه مرتبط بواحدة مطلقة هي أصغر منه، بيخرج معاها وبيتفسحوا مع بعض وساعات كمان بيسافروا مع بعض. وقال إنها متعلقة بيه جدا لدرجة إنها طلبت منه الجواز وإنها موافقة تبقى زوجة تانية في السر. لما سألته طب وموقفك أنت إيه؟ قال لي أنا منكرش إن أنا بدأت أتعلق بيها. لكن المصيبة ما وقفتش هنا. كان في واحدة تانية ست كبيرة في السن، كان يعرفها لها مكانة في المجتمع، ودي كانت بتساعده في شغله بتقدم له مصالح. كنت شاكة فيهم من وقتها. لما واجهته بدي كمان، طب ودي موقفها ايه؟ ضحك واتريق عليا وقال لي انت اتجننتي وانا هبص لواحدة في سنها؟ فضلت عايشة في قهر وفي ضغط نفسي وبحاول ارجعه بكل الطرق، بس هو على وضعه برضه، خروجه وسفره ومكالماته وكل حاجة. حاولت اتحمل وحاولت احافظ على بيتي، لكن في لحظه ما قدرتش، وفي لحظه ضعف قررت ان انا امشي. اجرت شقه وخدت بنتي ومشيت، على اساس ان انا اضغط عليه ويخاف على بيته ويحاول يرجعنا ويصلح اللي حصل. لكن حصل العكس تماما، زي ما يكون ما صدق. ارتاح جدا خلاص، ولا سأل عني ولا سأل على البنت ولا حتى حاول يعرف اخبارنا ايه. بنتي تعبت فعلا، تعبت نفسيا واضطرت لدرجه وديتها لدكتور، وهو برضه ولا هو هنا. والحقيقة أنا كمان يا صفي لما بعدت حسيت إن أنا كمان مش قادرة أستغنى عنه، فبقيت حاولت أرجعه وطلبت منه إن أرجع البيت، والمفاجأة إنه رفض. فضلت من وقت للتاني أحاول وأتكلم معاه وأضغط عليه عشان يرجعني، وفي كل مرة كان بيرفض بطريقة أو بأخرى. الشك هنا زاد جوايا وحسيت إن في حاجة أنا مش عارفاها، في حاجة أكبر مستخبية أنا ما وصلتلهاش. ففي يوم وأنا رايحة أجيب شوية حاجات لبنتي من الشقة، عملت حاجة عمري ما تخيلت إن أعملها. حطيت جهاز تسجيل لجوزي، واللي سمعته كان كابوس. يا ريتني سمعت كلام حب. جوزي كان مع الست الكبيرة في شقتي، وواضح إنها مش المرة الأولى، لأنها من الكلام فهمت إنها عارفة تفاصيل بيتي كويس، عارفة كل حاجة عني. قعدوا مع بعض فترة طويلة جدا. معظم الكلام كان عني، معظم الكلام اللي ضرب بينهم بتكرهه فيا وبتأكد له ان انا ما استاهلوش، وان هو يستحق احسن مني بكتير. وكانوا بيتفقوا مع بعض ازاي يزهقوني ويطفشوني ويخلوني انا اللي اطلب الطلاق بنفسي، وهي كمان ساعتها هتطلب الطلاق ويخلى لهم الجو. لما واجهته المرة دي ما قدرش ينكر، لكن برضه ولا اعتذر ولا حاول يرجعني ولا وافق حتى ان ارجع البيت. بعد إلحاح وضغوط شهور ومحايلات مني. أنا عارفة إنكم هتستغربوني. أنا على فكرة أنا كمان كارهة نفسي، بس أنا للأسف مرتبطة بيه جدا، لدرجة والله إن أنا في صلاتي بقعد أدعي ربنا إن يكرهني فيه وإن يطلع من قلبي وأبطل أتعلق بيه بالطريقة دي. ده كمان، وغير إن بنتي كمان صعبانة عليا، بنتي متعلقة جدا بباباها. وبعد محاولات طويلة وإلحاح أخيرا وافق يرجعني، بس مش عشان خاطري، رجع بالشروط كلها لصالحه هو.
قلل المصروف، ادفع ايجار الشقة اللي نقلت فيها، تليفونه خط احمر ممنوع اقرب منه، ممنوع اسأله رايح فين وجاي منين. يعني من الاخر رجعت زوجة بلا حقوق. وللأسف وافقت على امل ان انا ادي فرصة او احتمال نرجع لحياتنا زي زمان. بس لما رجعت اكتشفت ان الوجع الحقيقي كان لسه ما بدأش. مفيش كلام، مفيش اهتمام، مفيش مشاركة، مفيش اي حاجة، كأني قطعة اساس في البيت. شخص عايش في المكان، كل نظرة ليا فيها نفور، كل نظرة منه فيها نفور، كل تصرف فيه برود، لدرجة اني بقيت اسأل نفسي كل يوم انا ليه رجعت؟ ولما هو مش طايقني للدرجات دي وافق يرجعني ليه؟ بس تعبت بجد. واكتر حاجة وجعاني ان رغم كل اللي حصل لسه بحبه ومتعلقة بيه. بص يا ست البنات، في فرق كبير بين الحب وبين التمسك بحد مش عايزك، وفي فرق أكبر من الحفاظ على البيت وخسارة نفسك بالكامل. محدش يقدر يلومك على مشاعرك ولا حتى محاولتك إنك تحافظي على سنين عمرك اللي استثمرتيها في الجوازة دي. بس أنا عايزاكي تسألي نفسك سؤال واحد: هو وجودك بالشكل ده بيحافظ على البيت فعلا ولا بيكسر فيك يوم بعد يوم؟ الحب مهم لكن الاحترام أهم. والعلاقة اللي فيها طرف بيضغط على الطرف التاني ويقلل منه وبيذله، دي علاقة محتاجة مراجعة حقيقية. واللي لازم تفكري فيه قبل كل ده هي بنتك. بنتك لازم تلاقي أم قوية، مش أم مستنزفة ضعيفة ومضحية. دلوقتي عايز أسأل، لو كنتوا مكانها كنتوا هتكملوا عشان تحافظوا على البيت، ولا كنتوا هتشوفوا إن رجوعها من الأول بشروط كان غلط؟ مستنية رأيكم في التعليقات. أنا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.